بما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. هل شاهدتم زلمة في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ زلمة 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 رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعن ضباع، زلمة رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعن ضباع. ولك هل شاهدتم زلمة في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق ويشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ أهلين أخي، أنت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري أحكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلومية بالمجتمع، ومهم كتير إنك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة إلا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما إذا كنت بالفعل زلمة أو لا. تفضل. البرتو. نعم أنطونيو، أنت بتعرف إني أنا ما كنت صمدت كل هالطريق لولا شي واحد بس. إيه ألبرتو، بعرف قوة الصداقة اللي بين الشاورما ألبرتو، بس هلأ صار لازم تموت. كلماتك الأخيرة ألبرتو. واو، بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار إلك. اسمع، حاليا رح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما رح تسمع الراوي عم يحكي عنك وكل شي بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إننا ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أنها كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت. فانتظر الزلمة، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال "أوه ماي جاد", وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول "يمنع الدخول لمن لا شأن له". وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. المشهد هذا رح نغرس فيه قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال. ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. جهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة.
اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلومية عن لا قرب يخلص الوقت. المشكلة إنه مدة الجيم جام 3 أيام بس. تحس إنه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي ام جي فريك براون ذا بيت، وبس هذا اليوتيوب اسمه دي ام جي 4. للقاء. المسلم لا يشرب، المسلم لا يشرب شيشة أو سيجارة، شيشة أو سيجارة. لا يشرب لا يشرب، لا يشرب لا يشرب شيشة أو سيجارة، شيشة أو سيجارة. لا يشرب لا يشرب، لا يشرب لا يشرب لا شيشة ولا سيجارة، 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 لا شيشة ولا سيجارة. قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلومية بالمجتمع، ومهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة الا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما اذا كنت بالفعل زلمة او لا. تفضل. واو، بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار إلك. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شي بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إننا ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت خرج زلمة. الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل ولك شو عم تعمل يا زلمة؟ مانو زلمة. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شي بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إننا ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت. فانتظر الزلمة، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال "Oh my God", وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول "يمنع الدخول لمن لا شأن له". شو عم تعمل هون؟ مانو زلمة. حاليا ويتغلب عليه وأكمل طريقة. المشهد هذا راح نغرس فيه قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال. ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك. انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الزلمية التي فيه دفعته اجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك. انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلومية عن
اوه لا، قرب يخلص الوقت. المشكلة انه مدة الجيم جام 3 ايام بس. تحس انه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي ام جي فريك براون ذا بيت، وبس انا على اليوتيوب اسمه دي ام جي 4. للقاء. المسلم لا يشرب. المسلم لا يشرب.